يا حلوين. بصوا يعني انا قررت ان انا اصور فجأة وبعدين احنا بالليل متأخر دلوقتي، فاجنور اي حاجة ممكن تشوفوها بقى ورايا من بهدلة والكلام ده، لان انا طبعا ما عملتش مش عاملة يعني سيت اب بقى مكان اقعد اصور فيه او كده، لا خالص. بصراحة انا كنت قاعدة زهقانة جدا و... وليلى مش موجودة، نزلت مع اسلام، وليلى مش موجودة، فقلت اصور لكم كده ايه زي ليت نايت توك بقى. استنوا بصوا، هحاول امشي على طول عشان طبعا انا همشي وحواليا كله بهدله. انا عارفه في ناس لطاف كده بيحبوا ايه، يتصيدوا يتصيدوا الاخطاء. يا جماعه ليه بجد والله، يعني ليه احنا كبنات وكستات جادجمنتال جدا على بعض؟ استنوا بس هقعد كده ونتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض ثانيه واحده. انا راح اجيب الترايبود. بصوا يا جماعه، ليلى حاطه الترايبود فين؟ يعني ليلى بنتي حاطه الترايبود في الحمام، اوكي. فاكره جدا ما اعملش الفيديو ده اديت. معلش رحت اجيب الترايبود لان ليلى بنتي حاطه الترايبود في الحمام. المهم استنوا بقى نقعد كده ونتكلم مع بعض ثواني. طيب يا حلوين، كنت بقول لكم او كنت عايز اتكلم معاكم، مش كنت عايز اتكلم معاكم بصراحه. انا فتحت الفيديو ده وانا مش عارفه انا هتكلم معاكم في ايه، بس جه في بالي دلوقتي وانا ماشيه كده في البيت وبحاول ما اجيبش الباك جراوند بتاعت البيت، لانه في اماكن اكيد مش متوضبه، في حاجات انا مش عايزاها تطلع في الفيديو. فجه في بالي انه ليه بجد، ليه احنا judgmental جدا على بعض؟ ليه بنحكم على بعض وليه بنضايق بعض؟ وليه ممكن واحدة تستسهل جدا ان هي تدخل تكتب لواحدة مثلا تانية كومنت جارح او يضايقها، ومش عارفة هي بتفتكر مثلا ان دي شطارة ولا ان هي كده مثلا حلوة قوي ان هي. ثواني اجيب الكافي عشان اتعملت اهي. يلا روحوا هاتوا انتوا كمان بقى حاجة نشربها. روحوا هاتوا بقى. بصوا الكافي. سلام. فين اللحظات الجميلة دي ما تكونوا قاعدين في البيت كده بقى في هدوء؟ هو مش في هدوء قوي لان انا بصراحة مش مستمتعة باللحظة كاملة، لانه زي ما بقول لكم البيت مبهدل. ثواني بس كده اخلي القعده كوزي. اقعدوا بقى انتوا كمان نقعد نتكلم مع بعض. برضو الموضوع النهارده من سلسله المواضيع اللي انا كنت قلتها لكم قبل كده، اللي هي انا حابه ان انا افتح فيها بس المناقشه علشان نتكلم كلنا مع بعض. كنت بقول لكم ليه احنا بنستسهل، مش كلنا طبعا، بس ليه في ستات بتستسهل ان انت تدخلي تكتبي كومنت لبنوته او لست زيك او ايا كان تعرفيها او ما تعرفهاش، كومنت يكون جارح؟ يعني ليه بجد؟ هل انتوا بتشوفوا ان دي حاجه كويسه؟ في حاجه كمان بتضايقني. ممكن مثلا واحده تدخل البيت عندي، على فكره الواحده دي ممكن تكون نيتها مش وحشه، يعني انا مثلا ساعات مامتي مثلا تدخل تعلق على حاجه في البيت، بس معلش في الاخر، في الاول في الاخر دي مامتي، فانا هستقبل منها التعليق ده بطريقه هي ليها سلطه عليا او ليها دور حتى وانا كبيره وشحطه كده، ان هي تربيني مثلا او ان هي تقول لي حاجه. بس ليه مثلا انا بدخل بيوت كتير او بيوت صحابي وبيوت قرايبي وبيوت ناس كتير قوي، اوكي، وكلنا بغض النظر خالص عن حاجات ما تعني ليش، يعني انت حاطه دي هنا مثلا ودي مش مكانها، انت مالك تعلقي على حاجه زي كده؟ ممكن يكون نيتك كويسه او ممكن مش هقولك نيتك كويسه، او يعني ممكن يكونش قاصده بطريقه مباشره ان انت تضايقي اللي قدامك، بس انا بشوف ان دي حاجه سخيفه جدا، لانه بصراحه في الغالب لا، انت بيكون قصدك ان انت تضايقي اللي قدامك. آه اصله ليه؟ يعني مثلا انا دخلت لقيت مثلا انت حاطه مثلا هنا مكان اكل وحاطين الاكل ولسه مش شلتيش الاكل. يا بنتي انتي قاعده وسايبه الاكل كده مكانه، يعني ما ينفعش. او ما خلاص قومي شيليه، اللي هو بجد انتي مالك؟ او مثلا الكلام ده مكلمه ليه؟ لان كنت شفت لايف او فيديو من شويه، بنوته طالعه مش فاكره مين والله، هي يعني بلوج، مش والله مش فاكره مين، مش قادره افتكر مين. كانت طالعه بتقول وصفه ما يعني، او بتقول طبخه هي شافتها كويسه، شافتها وعجبتها وحاسه ان هي لطيفه وجربتها، فقالت تطلع تقول للمشاهدين او المتابعين ليها، تطلع تحكي لهم عن الطبخه دي. ناس كتير بصراحة سابت الوصفة اللي هي بتعملها وسابت الأكل نفسه، ومسكوا في إنه إزاي البوتاجاز بتاعك مش نضيف. يعني بجد
بجد يخصك في ايه البوتاجاز بتاعها نضيف او مش نضيف. مش كتير قوي بيجي علينا احنا اوقات كلنا في البيت، بيجي عليك وقت بيبقى هدومك متكركبه، بيبقى مثلا مطبخك مش قادره تعملي مثلا دلوقتي تعملي المواعين، او تخلصي المطبخ، او تغسلي البوتاجاز، او ترتبي، او ايا كان. مش قادره تشيلي مثلا مكان الاكل اللي انت واكلاه في قاعده مثلا بتريحي، او لو هتشربي حاجه وترجعي تشيلي الحاجه. فليه ما نشوفش ليه ما نبصش دايما للحاجه. ثواني عشان الاذان. اوكي، فهي مش شطاره ان احنا نقعد نعلق على بعض، او ان احنا نقعد نشوف السلبي في حياه بعض بشكل عام بقى، سواء في شكل او في لبس او في بيت او في شغل او في ايا كان يعني. دي مش صفه حلوه ومش خصله حلوه. نيجي بقى الموضوع النهارده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه، او اللي جه في بالي دلوقتي لما كنت بسمع الاذان، لان من الحاجات اللي اتسالت عليها كتير وجاي في بالي ان هو ليه علاقه شويه باللي احنا بنقوله ده. ازاي تكوني ناجحه، ازاي تنجحي، ازاي تكوني ناجحه. اول طريقه ليه هو اللي انا كنت لسه بقوله، ان انت تخليكي في حالك. والله بجد والله ان انت تخليكي في حالك، انك تركزي في حالك وتركزي في شخصك وتركزي على نفسك، وتبذلي كل مجهودك وكل طاقتك لنفسك وعلى نفسك. اوكي، يعني كل الطاقه المهدره في ان انت تقعدي تركزي في حياه كل حد من اللي حواليكي، ركزيها على نفسك. وتعودي دايما تكوني شخص ايجابي مش شخص سلبي. يعني الشخص اللي كنا لسه بنتكلم عليه، اللي هو بيقعد يشوف النواقص او السقطات في حياه الاشخاص. كلنا عندنا غلطات، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ups and downs، كلنا بيحصل لنا ظروف، كلنا بتحصل لنا كل حاجه في العالم. فاهمين؟ يعني كله بيجي وقت مثلا عليه بيبقى احسن، ظروفه الماديه كويسه، بيجي وقت عليه ظروفه الماديه بتبقى تحت خالص، بيجي وقت عليه بيبقى صحته كويسه، بتيجي وقت عليه بيبقى صحته مش كويسه، بيجي وقت عليكي تكوني ناجحه ومتالقه ولامعه، تيجي وقت عليكي تكوني سو داون ومحبطه ومش عارفه تعملي حاجه. فكلنا يعني اللي عايزه اقوله بنمر بكل الفترات دي. الكويس بقى والصح والحلو ان انت تركزي على نفسك انت بس، ما تقعديش تشغلي بالك قوي بالناس ظروفها عامله ازاي وعملوا ايه واشتغلوا ايه وخلفوا مين فاهمني؟ ده كله طاقه مهدره. اول ما هتركزي مع نفسك وتركزي على نفسك، هتلاقي حاجات كتيره قوي تكتشفيها بنفسك، وهتلاقي حاجات كتير قوي ليها وقت ما كانش مثلا ليها وقت ان انت تعمليها قبل كده، هتستفيدي. تاني حاجه، وهي ان انت دايما لازم تفكري بشكل ايجابي، وعودي نفسك برضو دي في اقل الحاجات. يعني مثلا لو داخله مكان، لازم عيني تشوف الحلو اللي في المكان قبل ما تشوف اللي وحش. احنا مش عمي يعني، او مش بنشوفش. انا لما بقول مثلا ما تعلقيش، مش معنى كده ان انت مش شايفه. هو الافضل انك ما تكونيش شايفه، والافضل انك تغضي البصر عن الحاجه اللي ما تخصكيش. بس انه حتى لو شايفاها مش لازم تبقى هي دي اللي في عقلك، او هي دي اللي لفتت انتباهك وخدت عينيكي وخدت نظرك، طالما هي حاجه ما تخصكيش. يعني انا مثلا لغايه دلوقتي انا قاعده باصه للبيت قدامي، انا شايفه ان قدامي هنا على الكنبه في غسيل مش متطبق. اوكي، لازم افضل شايفه كده، وده اللي واخد عيني. ليه؟ لان المكان كله متوضب ونضيف يعني، مفيش غير شويه الغسيل اللي قدامي دول هنا. شايفه مثلا ان الناحيه دي في علبتين، كرتونتين المية اللي موجودين مش ده مكانهم مثلا، فممكن يتحطوا في مكان تاني. بس دوت حالي انا، دي حاجتي انا، ده شأني انا. فطبيعي ان انا اشوف النواقص اللي عندي ايه واركز فيها. لكن لو جيتلك مثلا البيت، او جيتلك بيتك، جيتلك شقتك، انا مالي الغسيل هنا ولا هنا ولا هنا ولا كرتونة المية هنا؟ يعني ماليش دعوة. اكيد انتوا فاهمين انا قصدي ايه. اوكي، فتاني حاجة ان انت تركزي في نفسك، وان انت تكون دايما نظرتك ايجابية، تشوفي الجانب الكويس من اللي بيحصل. يعني انا مثلا في شغلي وقعت كتير قوي يعني كان في ups and downs كتير، وحصلت لي ظروف كتير قوي صعبة. لما جات لي فرصة البرنامج وانا كان نفسي فيها، قبل ما اوصل ان انا ابقى قاعدة وابقى مذيعة والبرنامج فعلا يطلع يعني للنور وابقى عندي برنامج، حصلت لي قبلها درابس كتير قوي مكنتش متوقعاها. كتير، نفسية ومادية ومهنية وكل حاجة يعني. بس والله مش كلام دايما، واسألوا حتى اللي حواليا، كان بيحصل اي حاجة بقول الحمد لله خير. مثلا حصل تعطيل في حاجة معينة، الحمد لله يا رب خير، اكيد شلت مني حاجة. يعني ده مش كلام، والله مش كلام بقوله لكم، ده كلام انا فعلا كنت بعمله فعلا وما زلت. يعني ده اسلوبي، او دي فلسفتي في الحياة، ان انا دايما بحاول اشوف الجزء الايجابي في الموضوع. في حاجة اسمها حكمة ربنا، وفي حاجة اسمها ان احنا مؤمنين بربنا، ومؤمنين بقضائه خير وشر. فلو بيجيلك يعني اي ابتلاء او اي اختبار او اي حاجه، لازم يكون من جواكي عارفه ان هي سواء ربنا بيعطلك عشان تاخدي حاجه كويسه، تاخدي حاجه احسن، او ربنا بيعطلك
علشان اللي انت فاكره ان انت عايزاه ده مفيهوش خير ليكي. اوكي؟ فبرضه حته الفيث او اللي هو ال الايمان يعني دي مهمه جدا جدا. وبيجي برضو معاها في نفس المعنى ان انت ما تيأسيش، ما يكونش عندك يأس. يعني انا مقتنعه ان الحمد لله يا رب خير ان انا الخطوه دي اتأجلت لي، بس انا في نفس الوقت بشتغل على نفسي وبحضر نفسي اكتر عشان لو جات لي sooner or later اكون جاهزه ليها، واكون فعلا حاسه ان انا استاهل ان انا اخد الخطوه دي. طبعا دلوقتي لما بتفرج على نفسي، عايزه اعمل لكم فيديو برضو، جت في دماغي الفكره. يعني هذه مثلا اول حلقه من برنامج عندي، واتفرج على نفسي واقول لكم الكومنتس كده، او اقول لكم انا بتفرج اللي هو ايه ده، مين دي، لو انت ازاي بتتكلمي كده، وايه الميك اب ده، وايه ايه كل حاجه، ايه كل حاجه. يعني انا بنتقد نفسي، لانه طبعا كل خطوه في حياتنا احنا بنتعلم فيها. ودي برضو نقطه مهمه، انه في اي حاجه في حياتك you either ان انت يعني اما انت you win or you learn، يا اما انت بتفوزي وبتكسبي وتوصلي، يا اما في خلال الطريق ده بتتعلمي حاجه جديده وبتعرفي حاجه جديده وبتكتسبي مهاره جديده. معلش لو في صوت عالي او حاجه عشان التلاجة بتعمل صوت. اوكي، واشغل نفسي بحاجات جديده واثقف نفسي اكتر واشتغل على نفسي اكتر واركز في حاجات تانية. طيب نقطه مهمه جدا ان كمان ازاي تكوني ناجحه، او ازاي تكون شخص ناجح عامه، لان كلامي ينطبق على لو انتي واحده او واحد، يعني ان انتوا يا جماعه try to be، حاولوا تكونوا على قد ما تقدروا يونيك. يونيك بمعنى ايه؟ حاولوا ان انتوا تقلدوا نفسكم. يعني حاولوا ان انتوا، انا مثلا لما عملت اليوتيوب تشانل كنت قاعده انا بحب اتكلم مثلا في الموضه والجمال والكلام ده، وما تخافوش، يعني ما تخافوش تجربوا. بالعكس هتكسبوا كتير قوي. يعني انا مثلا لما جيت عملت اليوتيوب تشانل، انا ما فيش حد حواليا خالص، لا في عيلتي ولا في اصحابي ولا في اي حد من الكوميونتي اللي حواليا عندهم يوتيوب تشانل. فانا الفكره مثلا مش خدتها من حد وجيت عملتها، لا، انا الفكره انا قعدت اشتغل ايه اللي انا حاسه ان انا ممكن اكون شاطره فيه او ممكن اكون حباه كمان. لقيت ان انا اقعد اتكلم مثلا مع البنات. انا طول عمري نفسي كان نفسي يبقى عندي اخت بنت، وكتير قوي للاسف عندي صحاب الحمد لله كل حاجه، بس كتير قوي وقتي وظروفي ما بتكونش سامحه ان انا اعرف اقابل مع صحابي او اتكلم معاهم. ونفسي يبقى عندي حد حاسه ان هو قريب مني، وقت بقى فاضيه ارفع كده على طول السماعه او اجيبها قدامي واتكلم. خصوصا ان انا من الناس اللي ما بحبش ابدا تمسك التليفون على ودانها وتفضل تتكلم. فاخدت من هنا فكره ان انا ممكن افتح الكاميرا واقعد اتكلم معاكم، ونجشيت بقى ونشير افكارنا ونشير خبراتنا ونشير معلوماتنا. وده الحاجه اللي انا احس فيها انه I'm having fun، وفي نفس الوقت ان انا بفيد حد، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه انا بحبها. من هنا جات لي فكره اليوتيوب، ففتحت الكاميرا الموبايل وصورت الفيديو ونزلته عادي جدا واتكلمت فيه. كان تقريبا اول فيديو ليا عن موضوع النظافه الشخصيه، لانه برضو حاسه دي من اكتر الحاجات اللي انا ببقى مشغوله بيها. بحب اشتري منتجات كتيره قوي يكون ليها علاقه بالنظافه الشخصيه والكلام ده. anyway يعني فاللي هو ما تخافيش تجربي، لا جربي. لو زي ما بقولك كده، لو ما نجحتيش على الاقل هتبقي نلتي شرف المحاوله وتعلمتي حاجات كتير قوي في النص اكيد. يعني على فكره شوفوا مثلا انا لما دخلت موضوع البرنامج، جيت وقفت فتره طبعا عشان كورونا والكلام ده كله، بس برضو كان ممكن ارجع بصراحه وفي كورونا. بس انا لقيت انه البرنامج واخد وقت كبير قوي من حياتي، وانا كرضوى اولوياتي دايما في الحياه هي بيتي وبنتي ليلى. فانا مش حاسه انه انا مبسوطه بانه كل الوقت دوت رايح للميديا او رايح للبرنامج. مبسوطه ان انا بعمل حاجه انا ناجحه فيها وكويسه وخطوه كويسه، بس ما حسيتش ان انا زي ما كنت فاكره ان دي اكتر حاجه بسطاني. لا، حسيت ان هي واخده مني طاقه ومجهود واعصاب ووقت كبير قوي. وحسيت ان هي مأثره على وقتي مع بنتي. فبصراحه حسيت انه لا، انا بالنسبه لي لا، يعني انا حددت اولوياتي هي ان انا اكون مع بنتي. والتجربه اللي كنت فاكره ان هي احسن حاجه بالنسبه لي طلعت لا، مش زي ما انا كنت فاهمه خالص. يعني حاجه كمان بقى انه ابدأي ما تأجليش. يعني انت مثلا عايزه تبدأي حاجه دلوقتي، عايزه تبدأي تتعلمي حاجه، ابدأي ما تأجليش وما تكسليش. انا بدأت اليوتيوب زي ما بقول لكم وانا مش عارفه يعني ما كنتش مثلا متعلمه لسه editing. قعدت اتعلم editing وانا
يعني وانا بعد ما صورت الفيديوهات قعدت اتعلم وانا بعمل الفيديو نفسه اللي انا عاملاه. ما عادش بقول طب استني بقى لما اتعلم editing ولما اجيب مثلا ترايبود كويسه واجيب مش عارفه ايه ومعدات والكلام ده. بدات باللي كان عندي وانا ماشيه في الطريق، بدات اعلم نفسي واحده بواحده، وكل يوم بتعلم لغايه النهارده. فكلمه السر برضو عشان تكوني ناجحه، ابدأي. ابدأي دلوقتي. بعد كده حاجة مهمة برضو كمان ان انتي اشتغلي على نفسك كتير قوي، اتعلمي. لو مثلا الحاجة اللي انتي حباها دي محتاجة مثلا تاخدي فيها كورسات، انزلي خدي كورس. مش معاكي مثلا فلوس دلوقتي او مش عارفة تنزلي، اكيد اي حاجة دلوقتي هتلاقي منها اونلاين. يعني هتلاقي مثلا لو مثلا انت عايز تاخدي كورس مثلا تفصيل ملابس، هتلاقي منه اونلاين. كورس مثلا editing او فيلمينج او مثلا فوتوغرافينج، اي حاجه هتلاقي منه اونلاين. فاي حاجه موجوده ممكن تبدايها وانتي قاعده مكانك في البيت. ما تكسليش نفسك وما تحججيش ان انا هستنى لما يبقى معايا، هستنى لما يكون عندي وقت، هستنى لما اجيب لما اعمل. ابدأي من النهارده، ابدأي من دلوقتي. بس كده، مش عايزه الفيديو يبقى طويل. اخر حاجه ممكن اقولها لكم في موضوع ان احنا ازاي نبقى ناجحين، هو ان انت يكون عندك بال طويل ويكون عندك نفس طويل ويكون عندك ثقة في نفسك وتكوني مأمنة بالحاجة اللي انت حباها دي. مش بتعملي عشان تعملي حاجة وخلاص، لازم تكوني مصدقة في نفسك وواثقة في نفسك، ومش مصدقة في نفسك بالأي كلام. لا، يعني يكون عندك بيزكس، عندك أساسيات بسببها انت مأمنة ان انت في يوم من الأيام هتكوني حاجة في المجال اللي انت بادئة فيه ده. بس كده يعني، ده فكرة كده جات لي بالليل زي ما بقول لكم. كنت اصلا قاعده بعمل فيديوهات تانية، قاعده بعمل editing واعمل كذا حاجه، فجه في بالي ان انا اصور الفيديو ده بما ان الجو هادي نوعا ما. بس كده يا حلوين، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اكتبوا لي برضو your thoughts كده في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.